السلام عليكم البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، افضل الصلاه والسلام. كيف ما كتشوفوا بديت معكم الفيديو ديالي من الصباح على طاولة الفطور. فطرنا بداكشي اللي قسم الله انا وراجلي، شويه البغرير، شويه البيض مع الفول، شويه الخس، شويه الخضره وواحد البريريد ديال اتاي. المهم اللي قسم الله فطرنا به، اللهم لك الحمد. فطرت انا وراجلي وبنتي وحاله الشرجم كيف ما كتشوفوا. الشمس ضاويه البنات، محقاش كاينه الحراره، كتلقاي الشمس داخله لك حتى لقاع الدار. انا كيف ما كنوض البنات باش نحل عينيا، الا ما نقدرش البنات نجلس وهكا الشراجم مسدودين هكا ونجلس نفطر، كيبقاو عينيا مسدودين. خاصني ضروري هكا نحل الشراجم ونشوف الضوء ديال النهار باش نفيق باش نتوقف. اما الا بقيت نفطر والشراجم مسدودين عول عليا غدا نفطر وغادي نرجع للناموس يا الناس. صافي انا غادي نفطر انا راجلي غادي يهبط يتوكل على الله يمشي لخدمته، وغادي نوض انا الكوزينه البنات، وغادي نوض للتخمال بحال اي وحده مجوجه عندها تماره، عندها الروينه، عندها الشقه، عندها الصابون. المهم الشقه اللي كنديروه يوميا هو اللي كنعاودوه تاني يوم. صافي غادي ندير الطابليه البنات وغادي ندوز نغسل دوك المعينات ديال الفطور. تبارك الله تقولي فاطره عندي قبيله، غير انا وبنتي وراجلي. ما شاء الله المواعن البنات دغيا كيتجمعوا. هنا فيضتي الحليب، هنا طيبتي البيض، هنا سخنتي الخبز. ما شاء الله المواعن فيهم قوه البركه، يعني هما والصابون. هادو جوج حوايج ما شاء الله عليهم. حتى ملي كنت في دارنا كانوا جوج حوايج كيعصبوني في الدار. عندك الصابون، خصوصا انا كانوا عندي العزاره، السراول ديال التجين ناري البنات. شحال كنت كنتعصب، كنت كنت كنمرض نهار كنكون نصبن، كنمرض. لحقاش راه عارفين البنات اللي بحال اللي تبارك الله الدار عامره وفيها الدراري. وكنت انا اللي بنت، انا اختي مجوجه، يعني مع اختي كبيره مجوجه، راه بنتها تقريبا جايه ليا، يعني انا حديت عينيا وسط العزاره. صافي كتبقاي تصبني، يعني كلشي منك نتيا، كلشي اللي بغى شي حاجه نوضي، اللي بغى نوضي يا فلانه، جيبي يا فلانه، ديري يا فلانه. وكانوا كيحطوا لي التجينات وكنتعصب واحد العصب. والتجينات كانوا قاصحين ديال بكري، راه عارفين هاد التجينات دوك التجينات القاصحين، وخاصك تحطيهم وتتبعيهم بالشيته وتتبعي الطبايع. وانا الوالده ديالي الا لقات شي طبعه ديال الوسخ في الصابون مشيت فيها نهار كامل وانا كنسمع خل ودنيا. ولا بعد المره تقول لي هبط داك الصابون بالعاني نعاودو، انا يعني تعاودو هي باش انا نقولها غير جلسي انا غادي نعاود. وكنت كنشر لك الحبوله ديال التصبين والماكينه غير عاديه، ما كاين لا اوتوماتيك لا والو، غير على قد الحال. وتماره زعما اللي عاشت وسط الدراري كتاكل الدق بحالي انا دابا عزيزين عليا هكا البنيات اكثر. هما كل شيء رزق من عند الله، سواء بنيات او وليدات، ولكن البنيتات كيحمقوني اكثر من الوليدات، لحقاش انا اصلا كنت محرومه انني نعيش هكا تكون معايا بنت في الدار. كانوا ما شاء الله 7 ديال الدراري معايا في الدار وانا والوالده، يعني تخيلوا انا عايشه وسط 7 ديال العزاره. انا اللي وسط منهم، كلشي مني اللي بغى اجي فلانه، ديري يا فلانه، جيبي يا فلانه. ناري كنت كنتعصب البنات وكنت كنمرض وحق لا اله الا الله، كنت كنمرض في صحتي. صافي المهم كدوزي داكشي اللي كتب عليك الله وصافي باش ما كان. المهم واخا الدراري حنان وكل شيء، ولكن كتبغي تكون عندك اختك. كنت كنتمنى تكون عندي اختي هكا. كنت كنقول تهز عليا غير شويه ديال الشقه، ندابزو انا وياها، لبستي ليا سروالي، لبست لك قميجتك، هزيتي ليا ما عرفت شنو. المهم داك الجو ديال انك تكون عندك اختك في الدار كنت زوين، ولكن انا ما عشتوش. اختي كانت هكا مجوجه، هكا تزوجات على 18 وانا كانت عندي ديك الساعه يمكن 4 سنين ولا 5 سنين، يعني ما حليتش عيني فيها. صافي انا كيف ما كتشوفوا جمعت الكوزينه. كيعجبني انا نبدا بالكوزينه هي الاولى البنات. شكون بحالي شكون اللي في هذه القاعده خاصني نبدا بالكوزينه، نقيها نخليها كتشعل عاد نخرج للدار. اما الا ما جمعتش الكوزينه البنات وبديت بالتخمال ديال الدار كيجيب لي الله ان الشغل كله باقي. اما الا خملت الكوزينه وخرجت للدار صافي كنقول ان كملت النص ديال الشقه. صافي يعني الدار دغيا كنزرب عليها. صافي نهار كانت خاصني بطاطا كان دايزه داك الراجل كيبيع هكا الخضره،
خديت من عنده واحد 4 كيلو ديال البطاطا، خليته زعما هو يعبر ليا ويديني وانا نعطيه غير فلوس. ساعه شوف داير لي واحد البطاطا ما فيها ما يتشاف، هزيتهم حيدتهم ربيتهم. وعاد ديك الزوينه هي اللي درتها في الثلاجه، والاخرين هكا نقيت اللي فيها ما يدار طيبتها، واللي ما فيها ما يدار رميتها. صافي خديت واحد 4 كيلو وغادي نديرها في الثلاجه. البنات هاد الخنيشات زوينين هكا كينفعوا في الثلاجه، راه رحمه والله العظيم البنات. هاد الخنيشات رحمه الخضره، حافظوا عليهم. بالنسبه للناس اللي كيديروا الخضره في الثلاجه، بطاطا والبصله بالذات ما ديرهمش في البلاستيك، كتعرق عليهم البلاستيكه وكيخسروا دغيا. اما هادو كيشربوا اي نداء او اي حاجه هكا نقطات لك على البطاطا او البصله كتشربها لك وكتبقى لك الخضره طريه. الا كنتو من النوع بحالي انا ما كيعجبنيش الخضره نديرها برا، كلشي كندير في الثلاجه، ما كنخلي حتى شي حاجه برا. صافي غادي ندير ديك الخنيشه ديالي في الثلاجه، وغادي نمشي نضرب واحد التخميله للصاله ديال لاله مولاتي لحقاش ولات حالتها. صافي غادي نحل داك الريدو، نخلي ديك الشميشه هكا تضرب ليا في الصاله وتضوي لي على الدار. الشميشه ما شاء الله، يعني باش تعرفوا الحراره عاليه والصهد والموت. شوفوا غير الشمس كيفاش ضاويه، كتضرب في العينين. صافي هنايا غادي نبدا نخمل هاد الصاله، واخا هنا هاد الصالونات عندهم الله يعطينا بركتهم ما كيصلاحوش وما كيعجبونيش انا بزاف، وماشي عمليين لحقاش تقال البنات، ومع كلهم خشب ما كتقدريش تخرجيهم هكا زعما الشمس، واصلا ما غاديش يخرجوا لك لحقاش كبار. كنخملهم غير في بلاصتهم، غير المخاد والبونجات هما اللي كنخرج للشمس. اما هذا العود ما كنقدرش عليه صراحه، ثقيل بزاف بزاف. صراحة ما كاين ما احسن من الصالون المغربي، بصراحة ما كرهتش شي صالون مغربي، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. الله يجيب الرزق ليا وليكم ونديرو كل ما كنتمنى، وصراحة كنتمنى وكنخليها عند مولانا، نهار ربي يكتب يجيب الرزق نديرو ان شاء الله. هنا غادي نهز كيما قلت لكم هذوك البونجات ديالهم هما اللي خرجتهم للشمس، ودوك المخيدات، وغادي نبدا نسوس هنايا في دوك هكا نسوس السدادر ديالهم ونمسح هكا من وراهم. المهم ما شاركتش معكم التخمال كله ديال الصاله، لحقاش البنات الصاد كنبقى نحيد التريكو ملي كنجي نصور كنلبس و40 ديال الحراره، ومع الحراره مع الحركه الدم كيسخن وما نقولش كيفاش كيولي بنادم. الحمد لله وصافي. ممكن لو كانت هاد الحراره جات في رمضان كنت عذبنا صراحه غنتعذبوا في الصيام، ولكن اللهم لك الحمد عطاها لنا الله حتى داز رمضان عاد جات هاد الحراره. ورمضان دوزناها بخير وعلى خير، ما كاين غير ديك 3 ايام الاخرى اللي كان شويه الحال سخون. اما ما تبقى في ايامات الله رمضان داز مخير. صافي غادي هنا راه كنشطب داك الصالون ديالي هكا كندوز عليه، وغادي نعزف هكا الحيوطه ونمسح الحيوطه بشويه ثاني كروا، ونمسح هكا تحت من الصالون، ونهز دوك الحوفه نبرمهم شويه ونمسح. راك عارفين التصوير كيبغي شويه انك تكوني، يعني اسمحوا لي البنات، راه كاين شي بنات كيعلقوا على اللبس او شي حاجه. البنات والله العظيم راه بقدر المستطاع كنلبس، لحقاش البيجامه الطوال راه ما عنديش، كنحاول نلبس بقدر المستطاع انني نغطيو كلشي. وبعض المرات كنقطع التصوير باش ما تجيش شي لقطه هكا ولا هكا، وكنبقى ملي كندير المونتاج وانا كنقطع، لحقاش كاين واحد الاخوات كيعلقوا على اللبس او شي حاجه. والله يا البنات بقدر المستطاع كنحاول نلبس، لحقاش والله البيجامه طويله. يمكن عندي جوج هما اللي كنكسب هنايا. الحوايج ديالي كلشي راه عارفين، انا غير انا وراجلي راه كنلبس. يعني كتاخدي راحتك في اللبس ديالك. هنا راه كنت لابسه غير البيجامه، لبست السروال لبست تريكو تزيفت وما نقولش ليكم. والحاسه شي 38 ديال الحراره اللي طالعه، ولا 40 ولا ما عرفتش. المهم من كثر الصهد وديك الشمس ضاربه فيا ما نقولش ليكم الحاله. صافي هنايا راه جالسه صافي خملت ديك الصاله، رديت المخدات، غادي ندوز واحد سبيراتور في الصاله. هكا الا كاينه شي خمله في الزربيه، الا كاينه شي زغبه كتشربها لي داك سبيراتور حتى من التشطاب، كتبقاي تشطبي كتبقى لك الخمله واخا هكاك. اما سبيراتور كتمص لك هكا، كتمص داكشي اللي في الزربيه كتمصو كامل. وبيني وبينكم نقا زوين صراحه، الحوفه بانوا. انا راه دوزت هكا تشطب، ما جاركتوش معكم كيف ما قلت لكم على حساب بعض التعاليق. واحد
التعليق يعني ديال واحد الاخوات عندي هكا في القناه. هكا حاولت انني ما نقطع داك الفيديو ديال التشطيب، لحقاش كانوا فيه شي هكا ما كنكون راك عارف البنادم اللي كيتشطب كينزل كيوقف كيتحنى. المهم قطعت داك الفيديو ديال التشطيب. صافي هنا راه كملت الصاله، غادي نطلق الريدو ديالي ونسد هكا الشراجم، وغادي ندخل الكوزينه نطيب معكم غداتي اللي غادي نشاركها معكم. غدا مصري زوين خفيف هكا. كنت غادي نخرج نقضي واحد الغرض وجدت غداتي كيبقى على الطياب بالنسبه للناس اللي عندهم هكا الشغال اولا آه ما عندهمش الوقت الغدا. المهم غدا ساهل، كتصاوبي واحد اللاطه ديال الخضره كتوجديها وتخليها غير على الطياب، وقت ما جيتي كتشعلي عليها البوطه كتلقايها واجده. غادي نشاركها معكم بطريقتي ان شاء الله. يا ربي تعجبكم الطريقه ديالي وديروها. هي كتجي اولا بنينه، وثاني حاجه كتجي عمليه وسهله. حتى الا مزروبه وبغيتي طيبي غدا وعندك التخمال، صاوبي غير هاد اللاطه ودفعيها للفران وقضي شغلك حتى تكملي وتلقايها طابت ليك. بيني وبينكم نبقى زوينه البنات. هانتوما شوفوا الصاله والله الا بانت. صراحه واخا تقولي ما نديرش هكا، ولكن ملي كتخمل الحاجه وكتشوفيها قدامك كيعجبك العال، كتقولي لا لا كاين فرق. المهم خملنا ودوزنا هكا وشويه تلقاوني كنخمل عاوتاني الوسواس. العيد قرب، عيد الميلاد ان شاء الله الا ربي يطول في العمر هكا نشارك معكم الروتينات ديالي في العيد. هكا التخمال، شويه الحلوه، شويه البغرير، شويه الخطبوط. المهم نشارك معكم داكشي اللي كتب الله وصافي. صافي دابا هنا كملت البنات الصاله ديالي، غادي ندخل انا وياكم الكوزينه. هنايا كيعجبني البنات انا ملي كندخل نطيب نوجد كلشي ونحطو قدامي، كيعجب كيسهل عليا، وتا الطياب كيكون عندي الخاطر ليه. صافي هنايا نقيت واحد نص كيلو ديال البطاطا، وغير هي بطاطا غملي تنقيها البنات، غسلوها وغادي تقطعوها دوائر غليظه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. انا مقطعاها دوائر غليظه. غادي نقطع البطاطا ديالي كامله. هاد البطاطا عطاها ليا صراحه ما زويناش. هاد الحبات هما اللي كنت عزلت لقيت قلت لكم راه حطهم ليا ما زوينينش، هما باش قضيت الغدا. غادي نرميهم. لا حيت اللي مسوسه واللي فيها شي حاجه حيدتها، والشي الاخر لقيته باقي صالح طيبته. وغادي ندير به طاوه ديال الدجاج. المهم انتي اللي كتحبي الخضره منوعه ديري الخضره منوعه. انا راجلي ما كيبغيش الخضره مشكله اللي هي القرعه خيزو اللوبيا. المهم ما كيبغيش، كيبغي بطاطا فقط في هاد اللاطه. هاد المره نشارك معكم ديال اللاطه ديال الخضره مشكله تجي زوينه حتى هي. غادي نقطع عليها واحد جوج فلفلات خضرين هكا رقاق كيخطروا المرقه، وكتجي المرقه من السما ومعلكه وكتجي زوينه بصراحه بهاد الفلفله هكا ملي كتقطعيها رقيق. وغادي نقطع عليها واحد جوج مطيشات حتى هما. مطيشه اللي ما بغيتيش تقطعيها حكيها انتي ونظرك. انا كيعجبتني هكا مقطعه، قلت نديرها مقطعه تجي حتى تلول لك هكا الطاوه ديالك. المهم بغيتي تحكيها حكيها. انا بعض المرات كنحكها غير اليوم عجبتني هكا قلت نبدل نديرها هكا مقطعه مربعات حتى هي. هنا كما كتشوفوا راه غاسله واحد نص كيلو ديال الروز، غادي نصاوب به واحد المحشي ديال ليشو، وضربه واحد جوج بصلات في الهاشوار مقطعه الربيع. حاطه انا دايره غير جوج طروفات ديال الدجاج على حساب انا وراجلي. نديرها كديري الدجاج اللي كيناسب افراد الاسره اللي عندك. وهكا شويه فلفله، حطيت مطيشه البصله، غندير واحد الشلاضه نرافقها معاهم. شلاضه ديال المطيشه والبصله والفلفله كتعجبني انا. الشلاضه حيدي عليا من ديك الشلاضه ديال الطون وداك التخربيق. ما كاين ما احسن من الاصل، ورجعي لاصلك اللي هي المطيشه وبصله وفلفله، ما كاين ما احسن منها. صراحه ماكلت زمان بنينه، حيدي عليا على ماكلت دابا الزواق وكثرة المقادير بلا لذة بلا حتى شي حاجه. صافي هنايا البنات خديت واحد جوج بصلات اللي كنت ضربت في الهشوار، درت نص ديالهم في كاسرونه ونص ديالهم درتهم في اللاطه اللي غندخل الفران. هذيك الكاسرونه غندير فيها لاصوص اللي غادي نسم به الروز، اللي غادي نعمر به المحشي ديال الكرنب، اولا غادي نعمر به الخضره ديالي. انا رفيت شاركت معكم في القناه عندي الخضره معمره بالروز. الروز عادي بيض ما يكون لا مسلوق لا حتى شي حاجه، خليه يخضر باش يجيك زوين. اما الا سلقتيه وجيتي عاد طيبيه وديريه هكا في الفر فوق البوطه كيعجل لك الروز، لحقاش الخضره كتكون باقا ما طابتش والروز كيكون طايب
كتجيك العماره معجنه. خلي الروز خضر، راه كلشي غيطيب في دقه واحده وغيجيك مفرك والحبه على اختها. صافي هنايا درت واحد جوج بصلات في الكاسرونه، عطرت بشويه التحميره، شويه الخرقوم، شويه الملحه، شويه البزار، ودرت الزيت. وغادي ندير واحد الكنوره باش نسم داك الروز ديالي. انتي الا عندك الكفته بغيتي تنسميه بشي الكفته نسميه، ما يقولش لا. انا ما متوفراش عندي الكفته، درت غير كنوره، جا بنين صراحه. والمحشي هنا ديالهم البنات اللي في مصر راه عارفين شحال كيجي بنين هذا المحشي ديال الكرنب، كيجي غزال صراحه. صراحه كيجي من الد الاكلات المصريه عندهم كتعجبني هي هذا المحشي هذا ديال الكرنب. المحشي ديال الخضره حتى هو زوين، ولكن هذا كيعجبني اكثر. هو صعيب في الخدمه ولكن بنين. بالنسبه للبنات في مصر في المغرب ما غاديش يلقاو الكرومبه كبيره، هنا عندهم الكرومبه قد القصريه. كنجيبها هكا وكنغلي الورق ديالها وكنقطعو مربعات وكنبدا نعمر فيه بحال السيجار. صافي هنا شديت ديك الطاوه ديالي من بعد ما حطيت عليها المطيشه والفلفله والبصله، حكيت عليه واحد 3 ريوس ديال الثومه. غادي ندير واحد الملحه، راه كتملحي على حساب الذوق، كل واحد كيملح. الدجاج حتى هو العطريه اللي كندير في الطاوه كنديرها فيه باش حتى هو يجيني منسم ومعطر. درت هنا شويه البزار، حتى هو درت عليه شويه البزار. المهم الدجاج ما تحاوليش تخلطيه مع الخضر ديالك باش ما يشربش لك البصله وداكشي. ملي كديريه هكا تعطريه بوحدو كيجي احسن، بحقاش هو كيبقى على وجه الطاوه. ملي كتجي تحمريه الا كان فيه شي تخت ديال الخضره، داك التخت كيتحرق كيقرمش لك الدجاج ديالك، كيجي شويه ناشف. صافي هنايا راه لاصوص ديالي من بعد البصله ديالي ما دبلات وتحمرات. غادي نزيد عليها واحد الكاس ديال مطيشه مضروبه في مولينكس، مطيشه مطحونه. المهم شدي واحد 3 مطيشات ديريهم في مولينكس، طحنيهم وزيدي عليهم وجوج معالق ديال مطيشه الحك باش يختر لك داك لاصوص ديالك. وديري فوق البوطه زيدي عليه واحد الربطه ديال القزبر ومعدنوس مقطع، وديري فوق البوطه حتى يختار وتوقف لك ديك المريقه تشرب المياه تولي واقفه معلكه. عاد طفي عليها وخلطيها مع الرز. زدت عليه هنا واحد جوج ضريصات ديال الثومه، غير جوج دروس بارك، ما تقويش فيه الثومه لحقاش حنا منسمينو بكنور. وهو اصلا ما فيش شي دجاج ولا شي لحم باش نقولوا غنحيدوا الريحه ديال الدجاج ولا هذا. هو مسم بكنور كيجي بنين حتى بكنور. صافي حكيت عليه الثومه، غنردو فوق البوطه يشرب ليا وينشف. وغادي نكمل معكم الطاوه ديالي ديال الخضره. شو لاصوص كيفاش كيجي بنين البنات، يعني معطر ومنسم، ما نقولش لكم شحال كيجي زوين. صافي هنايا غادي نرجع معكم نكمل معكم الطاوه. غادي نزيد عليها شويه التحميره، كانت باقا ما درتش لها التحميره. وغادي نزيد عليها هكا داك شويه مطيشه اللي خليت، مطيشه اللي ضربه في مولينكس. وندير عليها شويه الزيت، بغيتي ديري زيت بلديه بغيتي ديري زيت روميه، انت والاختيار ديالك. وغادي نرش شويه الزيت على الدجاج ديالي حتى هو. وغادي نشد ديك الخضره كامله نخليها تعطر في بعضياتها هكا، ندعك ديك الخضره ديالي بداك العطور. وداك الدجاج حتى هو ندوز عليه داك العطور اللي درت ليه. شويه البزار، شويه السكينجبير، شويه الثومه، وشويه الزيت والملحه. وغادي نديرو من فوق الخضره. وغادي نغطي الطاوه ديالي بالالومنيوم. شوفوا البنات الطاوه كيفاش كتبان زوينه هكا، الالوان ديال الفلفله ومطيشه وبطاطا. صراحه كتجي طاوه عمليه وسريعه في التحضير وما كتاخذش منك بزاف الوقت. دغيا دغيا تقدري ترافقيها مع الرز، مع الرز كلاصي، ترافقيها مع الرز عادي، ترافقيها مع غير مع الخبز. يعني انتي وباش ما حبيتي ترافقيها. هنا الاغلبيه كيرافقوها مع الرز، حيت هنا كياكلوا الرز كيرافقوها مع الرز. ولكن انا حيت كنت دايره المحشي رافقتها مع المحشي. زدت عليها نص كاس ديال الماء فقط البنات، ما تقووش الماء لحقاش ملي كتغطيوها بالالومنيوم داك البخار كيرجع ليها، وهو هو اللي كيخليها هكا تمرق راسها براسها. صافي غادي نمسح الطاوه ديالي الجناب ديالها باش ما يتحرقوش، لحقاش كتقدميها في نفس الطاوه اللي دخلتها الفران هي فاش كتقدميها كيجي المنظر ديالها زوين. وغادي نغطيها بالالومنيوم.
عندك ورق الزبده بغيتي ديريه من التحت، كاين بزاف الناس كيقول لك هاد ورق الومنيوم ماشي صحي وماشي هذا. المهم كل واحد والهضره كثيره والاراء كثار، وما عرفتش شنو الصحي وشنو اللي ماشي صحي. الا جينا نتبعوا الصحي والماشي صحي راه بزاف د الحوايج ما غاديش نديروهم البنات. انا غطيتها نيشان بورق بابي الومنيوم، ما عنديش ورق الزبده، واخا يكون كان عندي ما غاديش نديرو لحقه صافي. ولفتها كنغطي بالالومنيوم دغيا دغيا كنزرب عليه. الا جيتي ديري ورقه فوق ورقه غيبقى يخشخش وغيعذبك هكا في السدان، صافي كندير غير الالومنيوم. وإلا عندك اصلا شي لاطه بالغلاقه ديالها مرحبا. صافي غادي هكا نحطها على جنب، نركنها في الفران، نشعل عليها الفران، نخليها طيب حتى دوز 40 دقيقه. من بعد 40 دقيقه نعري عليها داك الالومنيوم ونحطها، نشعل عليها الفران الفوقاني، نخلي الوجه يتحمر ديك 5 دقائق، راه ما ياخذش معاك الوقت بزاف، غير يتحمر وتجبدي الطاوه ديالك ها هي واجده. صافي هنا لاصوص ديالي البنات هو من بعد معقد وتشرب كيف ما كتشوفوا. لاصوص كيجي بنين ومعطر ومنسم. خديت داك 400 غرام ديال الروز، غادي نحركها بداك لاصوص حتى تشرب ليا هي، باش غادي نعمر الكرنب ديالي. كيجي الروز ديالكم منسم ومعمر وهكا واخد تتبيله زوينه. هاد الطريقه البنات اعتمدوها في اي نوع ديال المحشي عندكم، سواء بغيتو تعمروا فلفله او لا مطيشه او لا الدنجال او اي نوع من الخضره معمره بالرز. تبعوا هاد لاصوص كيجي المحشي ديالكم او الخضره المعمره ديالكم كتجي بنينه. صافي هنا خديت البنات هاد الجميله. هنا كان عندي الكرومب ديجا مخزناه من العام اللي فات. هنا راه البنات عارفين الطريقه ديال تخزين الكرومب. غادي نبدا هكا نعمر بحال شكل، نقطعهم هنا بحال شكل الشريط. ما بالنسبه لبنات المغرب راه ما غاديش يصاوبوا هاد الاكله لحقاش صعيبه شويه، اما البنات اللي في مصر هنا مجوجين اكيد اكيد من المدمنين عليها، واكيد كتصاوبوا لحقاش ما كاينش شي راجل مصري ما كياكلش هاد النوع من الاكلات المصريه المتعارفه هنايا. صافي غادي هنا نبدا نشد نعمر هكا لي شو ديالي ونقطع بحال شكل الصغار، نعمر ونقطع بحال شكل الصغار وانا غادا حتى نكمل الكميه ديالي كامله. صراحه كيجي بنين 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 بزاف. انا من الذ المحاشي اللي كنبغيها هي هذا المحشي ديال الكرنب. حتى المحشي ديال الخضره كنبغيو كلشي، ولكن ديال الكرنب كيجي سواء في المنظر او لا في الماكله ديالو كيجي بنين. صافي غادي ممكن نستمر على نفس الكيفيه البنات. هنا بزاف المصريات يقدروا يعلقوا على الطريقه ديالي كيفاش كنلف هاد الكرنب، لحقاش هما كيلفوا على يديهم، انا ما كنعرفش نلف على يدي، كندير هاد الطريقه هي اللي كتجيني سهله وصافي واعتمدت عليها، صافي ديت عليها. صافي غادي نكمل البنات هاد الكرنب ديالي حتى نكمل داك الكميه ديال الروز اللي عندي كامله. كيف ما كتشوفوا هنا راه كمل صبعته كامل. غادي نزيد عليه واحد 2 كيسان ديال الماء، واحد كنوره غنرشها من الفوق باش غادي نسمو في داك الماء اللي غادي يطيب فيه، لحقاش داك الماء اللي غيطيب فيه هو اللي غادي يتشرب حتى يوكح ليا هكا والجميله ديالي طيب. صافي زدت واحد 2 كيسان ديال الماء وغادي نشعل على الكاسرونه على الجميله ديالي طيب. غادي نقص عليها البوطه ونخليها طيب بحال كنطيب الروز عادي. صافي زدت عليه واحد المعلقه ديال الزيت باش يجيني هكا اللون ديالو كيبري. صافي هنا البنات من بعد ما كملت كانت هذه هي الغدا ديالي. غديوه مصريه بنينه زوينه صراحه. الطاوه ديالي هي هذه كتجي معلكه ومحمره كيف قلت لكم، كتشعلوا عليها البوطه من الفوق واحد 5 دقائق. هذا هو المحشي ديال الكرنب، كيجي بنين 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 وغزال. نتمنى انكم تجربوه لحقاش كيجي بنين، خصوصا البنات اللي في مصر. انا كنخاطب البنات اللي هنايا رافقته بشويه الخضره هكا مشحره، شويه خيزو، شويه الشيفرون، شلاضه مغربيه، واحد القريعه ديال المناضه. غدا مصري 100%. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وما تبخلوش عليا بواحد التعليق وتابوناو عندي وتبارطاجيو مع الاهل والاصحاب. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم. ماشي كويس.